من خلال تنكره بالزي النسائي. تفاصيل أكثر عن القبض على هذا المجرم في هذا التقرير. مجرم متنكر بزي امرأة يدخل البيوت طالبا حاجة ما، كأن يكون لاستخدام الحمام أو أي غرض آخر، يعتدي على صاحب الدار ويقوم بسرقة داره. وفي تجواله في منطقة البلديات رآه مواطن وشك في هيئته، فقام فورا بالإبلاغ عنه. وفعلا سارع مكتب مكافحة الإجرام بمنطقة بغداد الجديدة لتشكيل فريق عمل في المنطقة، حيث تم إلقاء القبض على المجرم وهو يحمل نقودا كثيرة ويرتدي زيا نسائيا. وعند التحقيق معه اعترف بقيامه بعدة سرقات كانت هذه واحدة منها. مدير مكافحة إجرام بغداد أكد أن خطة محكمة وضعت للإيقاع بهذا المجرم بتعاون فعال مع المواطنين. بهذه المناسبة أهيب بكافة أخواتنا ونسائنا الكريمات أن لا يفتحن باب الدار إلا بعد التأكد من الشخصية، لأن هذا أكثر الأحيان تأتي نساء من ضمنهن تدعي أنه بحاجة إلى المرافق الصحية أجل الله السامع أو كمتسولة، ولكن في الحقيقة تطلع هذه الامرأة أنها من العصابات المتمرسة بالقتل أو السرقة أو تسليب، فيدخلون إلى البيت عنوة ويقومون بهذه العمل الإجرامي. فحقيقة حبيت أن أنوه أنه السيدة صاحبة الدار لا تقوم بفتح الباب إلى أي من كان، وإنما تتخذ كافة تحوطات الأمان، وبإمكانها أن تتصل على الجهات المعنية لغرض وصول القوة إلى إلقاء القبض على هؤلاء الناس الخارجين عن القانون. المجرم وفي مجمل اعترافاته ذكر أنه كان يعمل في منطقة قريبة من الدار المسروقة، وكان يراقب أصحاب الدار وانتظر خروجهم، فقام بمداهمة البيت وتهديد من بقي منهم بالسلاح وقام بجريمته. سيدي كنت أشتغل هناك قريب عليهم بأي منطقة؟ بالبلديات سيدي. يعني عرفت عندهم فلوس وعالم حالتهم زينة. شلون عرفت عندهم فلوس؟ يعني من أفوت من هناك سيدي، يعني أسمع حكيهم وهاي يعني عندهم فلوس وناس يعني غنيين. فخططت لمدة أسبوع أنا مدة نفذ العملية سيدي. ظل يتراقب، طلعت ولدهم طبتهم سيدي، فتابعتهم يوم السبت سيدي، وجيت طلعوا تابعت ولدهم طلعوا للعمل، وانا لبست الملابس النسائية ودخلت عليهم للبيت سيدي. الملابس النسائية منين جبتها يعني كنت مجهزها؟ نعم سيدي كنت مجهزها. شنو هي الملابس النسائية؟ بوشية وعباية وشفوف وتكلم شحاطة سيدي نسائية. ودخلت للبيت الساعة 8:15 الصبح. الملابس النسائية مقابل بيتهم غير مكان؟ لا مسافة عنهم بثالث دربونة سيدي، لبستهن وجيت اتمشى امشي بيهن سيدي. الساعة ايش قد تقريبا؟ الساعة 8:30 تقريبا سيدي. الصبح؟ صباحا نعم سيدي. دخلت للبيت فقمت بالعملية، صعدت فوق. كنت مسلح في حينها؟ نعم سيدي. شنو السلاح اللي كنت تحمله؟ صوتي سيدي. يعني مسدس؟ نعم سيدي. زين. اكو احد راقبت قبل لا تدخل البيت؟ نعم سيدي لان كانوا نايمين. فدخلت البيت بالملابس النسائية. كانت البوب مفتوحة؟ الخارجي طريقة دخولك للبيت؟ الباب الخارجي كان مفتوح يعني، بس دفعت بيدي انفتح سيدي، ودخلت كان الباب الفوق مقفول. دقيت مرتين صاحوا منه ما جاوبت سيدي، من فتحوا الباب طبيت انا يعني مباشرة، داهمت يعني المكان اللي فتحوا لي بالباب. من واجهك من مرة سيدي. مرة واحدة؟ نعم سيدي. وقلت له شكو عندك فلوس شكو ذهب طلعي لي اياه؟ لا ترى قلت له سيدي، فطلعت لي اياهن سيدي. السرعة في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث عامل حاسم في القبض على المجرمين، فضلا عن وجوب الحذر من أي شخص غريب يريد دخول الدار، لأن الحذر في بعض الأحيان ينجي المرء من عواقب وخيمة.